السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ثالثة إعدادي. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أهلا بكم ثالثة إعدادي. إن شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض أول درس من دروس الدراسات الاجتماعية. هنبدأ بالتاريخ. أول درس عندنا بيتكلم على مصر بين المماليك والعثمانيين. معنى ان احنا هنتكلم عن مصر بالمماليك والعثمانيين يبقى احنا عندنا دولتين. احنا كنا عارفين، خدنا في ثانيه اعدادي وخدنا في السنوات اللي فاتت ان كانت مصر بقت دوله مملوكيه او مصر دوله تابعه للمماليك. وعرفنا طبعا المماليك جم احتلوا مصر وشجره الدر وجوزها، وعرفنا الحكايه دي كلها. ولكن النهارده هناخد بقى مين العثمانيين وجم ازاي. ولكن احنا لازم نعرف ان عندنا في اواخر القرن ال 15 وفي اوائل القرن ال 16 حصل في العالم كله بقى شويه تخبطات وناس كتير بدات تتغير. طب ايه اللي كان بيحصل عندنا او ايه اللي كان بيتم ده اللي احنا نعرفه دلوقتي؟ بالنسبه لنا كان عندنا ثلاث قوى مسيطرين عندنا. اول حاجه هي الدوله المملوكيه، ثاني حاجه هي الدوله الصفويه، ثالث حاجه هي الدوله العثمانيه. يبقى كان في ثلاث دول هنذكرهم النهارده: الدوله المملوكيه، الدوله الصفويه، الدوله العثمانيه. واول حاجه هي الدوله المملوكيه. الدوله المملوكيه مبدئيا كانت موجوده في مصر وكانت بتضم الشام والحجاز. اي دوله عاوزه تيجي كانت لازم تضم معاها الحجاز عشان خاطر تثبت الجانب الديني بتاعها. تاني حاجه وجزء من ساحل افريقيا الشرقي والبحر الاحمر. دوله المماليك دي اتعرضت لكتير من الازمات، اذا كانت ازمات اقتصاديه او ازمات سياسيه. طب نعرف ايه الازمات اللي موجوده عندنا او ايه الاسباب اللي كان دوله المماليك تتعرض ليها، وده هيجي لنا سؤال: بما تفسر تعرض دوله المماليك لازمات اقتصاديه وتدهور الاقتصاد فيها؟ ايه السبب اللي خلى الاقتصاد بتاعنا في دوله المماليك؟ اول حاجه اكتشاف البرتغاليين طريق راس رجاء صالح. ايه طريق راس رجاء صالح ده؟ بدل ما الناس تيجي تعدي على مصر وتيجي من البحر الاحمر او البحر المتوسط تخش على البحر الاحمر وتروح عند الهند، فقال لك لا، احنا هنيجي من الناحيه دي من دول اوروبا، هنلف حوالين افريقيا ونوصل لغايه الهند بتاعتنا. نعملها بلون مختلف. يبقى كانوا بيجوا من دول اوروبا ويوصلوا لغايه الهند، محدش فيهم هيعدي على مصر نهائي، يبقى الطريق بتاع مصر اتدمر. وده كان امتى؟ عام 1498. طب تاني سبب، الاسطول المملوكي اللي كان موجود عندنا دخل في معركه اسمها معركه ديول البحريه عام 1509 واتدمر. يبقى السببين اللي خلوا دوله المماليك تنهار اقتصاديا: اول واحد اكتشاف طريق راس رجاء الصالح، وتاني سبب تدمير الاسطول المملوكي في معركه ديول البحريه. طب في ازمه ثانيه، الازمات السياسيه. واول لما يقول لك سياسيه اعرف على طول عندنا فتن وثورات. البلد من جوه دوله المماليك فيها فتن وثورات بينهم وبين بعض، مش متحدين، لا فيها فتن، وده اللي اثبتت بعد كده او نتج عنها ضعف وسقوط الدوله. طب تاني حاجه مفيش فيها في فتن وثورات، فبالتالي مفيش امن وامان. طب تاني حاجه الصراع بين البيت المملوكي او دوله المماليك على الحكم. المماليك كل واحد فيهم عاوز يحكم، كل واحد من المماليك عاوز يبقى هو المسيطر، عاوز يبقى هو الحاكم اللي موجود، فبالتالي ضعفت دوله المماليك اقتصاديا وسياسيا. يبقى نقول كده بسرعه. لو قال لك معلش انت تعرف تشيل الحته دي من النص؟ طب انت عارف على انهي حته؟ ماشي حاضر. نقول عندنا بقى تفسر. اول حاجه ضعف دوله المماليك اقتصاديا، يا اما اكتشاف طريق راس رجاء الصالح او تحطيم الاسطول المملوكي. ده السببين عندنا. طب لو قلنا سياسي، ثلاث حاجات: فتن وثورات، اضطراب الامن، الصراع بين المماليك على السلطه. يبقى كده بالبلدي دوله المماليك من جوه غير مستقره، فسقطت دوله المماليك او بدات تضعف، لسه ما سقطتش. طب تاني حاجه الدوله الصفويه. الدوله الصفويه دي قافله على نفسها، ولا بتحارب حد ولا بتفتح لحد، في نفسها كده وفي حالها، مالهاش دعوه بالعلاقات كل اللي بيحصل. طب مركزها هي بلاد الفرس دلوقتي، بس كان ايام زمان هي الاول اسمها بلاد الفرس، دلوقتي اسمها ايران. يبقى الدوله الصفويه هي بلاد الفرس واسمها ايران حاليا. طب عاصمتها تبريز. يبقى الدوله الصفويه قديما كان اسمها بلاد الفرس، طب دلوقتي اسمها ايران، عاصمتهم تبريز. طب نخش بقى على الدوله اللي هنفضل مكملين معاها طول الترم ان شاء الله، وهي الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه حصل فيها القرن 18
في القرن ال 15 قصدي، بدأ يجي لنا اتجاه لعثمان. شيل دي. قال لك هناخد بقى الدولة الايه؟ العثمانية. قال لك الدولة العثمانية بدأت عاوزة تنفرد بالحكم، الدولة بدأت تبقى قوية. مين اللي أنشأها لنا؟ هو عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه، هو اللي أسسها لنا. كان واحد تركي قاعد في بلاد الترك، وكان عايش في قبائل متفرقة، وفي الآخر وحد القبائل دي كلها وعملنا الدولة. طب إيه اللي حصل؟ أول يوم جالنا في قائد اسمه سليم الأول، وده كان القائد اللي موجود في الدولة العثمانية في الوقت دوت. عمل إيه؟ قال لك أنا لازم أتجه عشان خاطر أوسع من سلطتي، عاوز أقدر أحتل عدد كبير من البلاد. ولكن كان قدامه اتجاهين، يا إما يروح لبلاد الشرق يا إما يروح لبلاد الغرب. بلاد الشرق كان فيها ضعف، فيها انهيار، فيها فتن، فيها ثورات. طب بلاد الغرب متقدمين عسكريا، متقدمين علميا، وعندهم فنون في القتال، مدربين، جاهزين على كل اللي بيحصل. فبالتالي بدأ سليم الأول اللي هو يتجه إلى بلاد الشرق. أول لما راح، أول حاجة اصطدم بيها هي الدولة الصفوية، اللي هي احنا قلنا منغلقة على نفسها. حصل فيها إيه؟ هزمهم ودخل عاصمتهم تبريز، بس هزمهم في معركة اسمها معركة جلديران عام 1514. يبقى سليم الأول أول معركة عملها اتجه على الدولة الصفوية في معركة اسمها معركة جلديران عام 1514. اللي حصل؟ قدر يخش عاصمتهم تبريز ويسيطر عليها. طب عاوز يتجه على حاجة بعد منها، اتجه على دولة المماليك. والمماليك دي كانت محتلة مصر والشام. طب هو يخش أنهي فيهم؟ على مصر اللي هي عاصمة أو فيها الدولة المملوكية، ولا يخش على بلاد الشام الأضعف؟ قال لك لا، أنا اتجه على بلاد الشام. السلطان الأول قلنا أهو أدرك خطورة اللي هو يتوجه ناحية أوروبا، فبدأ يتجه ناحية بلاد الشرق. نعرف بقى هو استولى ازاي على بلاد الشرق. أول حاجة، بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك عندنا منطقة اسمها منطقة بين دولة المماليك والدولة العثمانية عندنا حتة كده اسمها ذي القادر، حتة اسمها إيه؟ ذي القادر. فالسلطان سليم الأول قال لك أنا عشان خاطر أروح أحارب دولة المماليك لازم يحصل احتكاك بيننا وبين بعض. فكانت أول مواجهة عندنا في معركة اسمها ذي القادر المملوكية. ذي القادر الإيه؟ المملوكية. يبقى أول حاجة بالنسبة لنا هي ذي القادر المملوكية. فالسلطان سليم الأول بدأ في القتال معهم، ودي كانت أول مواجهة للسلطان سليم الأول مع دولة المماليك. وفعلا استطاع سليم الأول الانتصار على قنصل الغوري في معركة ذي القادر. وبعد منها اتجه، خلاص هو جاي هنا اهو، اتجه أول معركة يعملها معركة مرج دابق. ونعمل بقى في الجدول المهم ده ايه الموجود عندنا. أول معركة هي معركة مرج دابق عام 1516. دي كانت بين مين ومين؟ بين العثمانيين والمماليك. مين قائد العثمانيين؟ سليم الأول. لسه قايلين فوق مين قائد المماليك؟ القنصل الغوري او السلطان الغوري. طب مكانها فين؟ في معركه او في مكان في الشام اسمه مرج دابق. اللي حصل فيها بقى، انتصر العثمانيين على المماليك. اي معركه المماليك هيخشوها في الفتره دي يخسروا. مفيش معركه المماليك هيخشوا فيها ويكسبوا خالص، كل المعارك اللي المماليك هيخشوا فيها يخسروا فيها على طول. فمن هنا انتصر السلطان سليم الاول وهزيمه المماليك. طب تاني حاجه، اصبحت بلاد الشام ولايه عثمانيه. طب تاني حاجه، بدا السلطان سليم الاول يتجه ناحيه مصر بقى. ده الهدف بتاعه، انا عاوز اتجه ناحيه مصر واسيطر عليه. طب هيواجه مصر فين؟ في معركه اسمها معركه الريدانيه دي عام 1517. مين الاطراف؟ قنصل الغوري مات بس سليم الاول لسه موجود، يبقى العثمانيين بقى سليم الاول. طب المماليك بقيت واحد اسمه طومان باي. طب المعركه دي مكانها فين؟ في صحراء العباسيه عند منطقه الريدانيه. طب ايه اللي حصل؟ لسه قايلين المماليك يخشوا اي معركه يخسروا فيها. فهزيمه المماليك وانتصار العثمانيين ودخولهم القاهره. وبالتالي انتهت الدوله المملوكيه واصبحت مصر ولايه عثمانيه. بعد معركه الريدانيه مصر انتهت من هي تبقى تحت ولايه المماليك، وبعد منها اصبحت مصر ولايه عثمانيه بعد معركه الريدانيه عام 1517.
طب يجي لنا بقى سؤال، بما تفسر هزيمه المماليك؟ ليه المماليك خسروا؟ هو المماليك كانوا ضعاف جدا للدرجه دي؟ ولا كان في بعض الحاجات اللي خلت دوله المماليك تخسر؟ اول حاجه، المماليك كانوا بيستخدموا الفروسيه، اللي هو الحاجه البدائيه خالص في المعركه. يبقى اول حاجه عدم التفوق العسكري للجيش الايه؟ العثماني، واستخدامه من الاساليب القديمه. طب تاني حاجه، الصراع وعدم الاستقرار بين دوله المماليك. دوله المماليك قلنا فيها صراع واستخداموا اساليب بدائيه، فبالتالي مش هيقدروا يواكبوا او يقدروا يكونوا اقوى من العثمانيين، فبالتالي اتهزموا. طب ايه اللي نتج بقى؟ في الوقت دوت السلطان سيمي الاول تحول مصر من ولايه تبع المماليك لدوله تابعه للدوله العثمانيه. طب تاني حاجه، خلافه العالم الاسلامي الى الدوله العثمانيه. ما هو كانت مصر بتحكم مصر والشام والحجاز، والعالم الاسلامي تحت قياده مصر، فلما ناخد مصر وتبقى ولايه تابعه ليا مش دوله مستقله، فبالتالي مصر دي هتبقى والحجاز تبعنا، فتغير العالم الديني فيها. طب السلطان سيمي الاول اعلن نفسه حامي الحرمين الشريفين. معنى ان هو يحمي او يقول ان انا هحمي الحرمين الشريفين، يبقى هو بالنسبه له اصبح المسيطر على الجانب الديني في الدوله الاسلاميه والناس كلها تعمل. طب تاني حاجه، العثمانيين بداوا يسيطروا على الاتجاه الاسيوي والافريقي، بقى العالم الاسيوي والافريقي تابع ليهم. في الوقت ده المماليك كانوا ضعاف جدا وانهزموا. طب الدوله العثمانيه جت قعدت في مصر وبدات تسيطر على الاوضاع، ولكن ما كانش عندهم الخبره الكافيه في مصر، فسابوا المماليك. هم قضوا عليهم كدوله، ولكن كاشخاص لسه موجودين عادي. طب ناخد بقى ملامح الحكم العثماني. قال لك مصر بقت ولايه تبع العثمانيين حوالي 4 قرون كده، يعني حوالي 400 سنه. طب العثمانيين عملوا فيها ايه؟ قال لك هنعرف بس الوضع السياسي اللي موجود. نظام الحكم والاداره بتاعهم كان عامل ازاي؟ اتقسم ل4 حاجات. اول حاجه وهو الوالي او الباشا، وده كان نائب عن السلطان، دوره بس اللي هو بيسمع كلام السلطان وينفذ في مصر. ثاني حاجه الحاميه العثمانيه، ودي كان دورها تحمي الوالي وتحمي مصر. ثاني حاجه اداره الاقاليم، ودول كان بعض الاعيان والمماليك اللي موجودين عندنا، وكان مين اللي بيخليهم؟ الوالي كان بيعينهم يحكموا، ودول كانوا اغلبهم من المماليك. اخر حاجه الديوان او ديوان القاهره، وده هنعرفه بعدين. طب يقول لك بقى حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في داخله حاجات ضعف، او الحكم العثماني بالبلد كده كان ضعيف. ليه؟ اول هم الحامل العثماني او الولي العثماني كان بيقعد من سنه ل3. يبقى الولي العثماني ده بيقعد من سنه، الوالي بيقعد من سنه ل3، ما بيقعدش اكتر من كده. يبقى الولي العثماني بيقعد من سنه ل3، فاي ولي هيجي في مصر هو عارف ان انا هقعد سنه، اقصى حاجه 3 سنين، فمحتاج اسرق الفلوس اللي موجوده احطها في خزينه انا، اي حاجه اي مصلحه تطلع اخدها لنفسي. طب مصر قال لك مش مهم يا عم، انا قاعد سنه و3، اي مشروع هعمله كده كده مش هيتنسب ليا، مش هلحق اكمله. فقصر حكم الوالي اللي هي من بين سنه ل3 سنين، ده اول حاجه في الضعف. ثاني حاجه الديوان والحاميه العثمانيه، الاثنين دول كانوا شايفينهم احنا اللي بنحمي البلد، احنا اصحاب الارض، او احنا اللي بنحمي الارض كلها، فبالتالي بدا السلطان الوضع عنده يبقى ضعيف في مصر. اسف. فبالتالي مصر ما كانتش تحت عين السلطان العثماني على طول، بسبب ان الوالي بيقعد من سنه ل3، فبالتالي بيتجدد على طول، لغايه لما جالنا واحد اسمه علي بيه الكبير، ودي كان واحد من بيحكموا اداره الاقاليم، فانفرد بالحكم. طرد الوالي العثماني، قعد هو في مصر وبدا يعمل حركه اسمها حركه علي بيه الكبير. طب ايه اللي حصل فيها؟ علي بيه الكبير اعلن نفسه هو الحامي في مصر، قال لك انا اللي احمي مصر، او انا الوالي بتاع مصر، وانفصل عن الدوله العثمانيه. قال لك انا ماليش دعوه بالسلطان العثماني، مصر بتاعتي، انا مملوكي ومصر دي بتاعتنا، فبالتالي انا هفضل تحت حكمها. ماشي يا عم، طب هتعمل ايه بعد منها؟ قال لك بس انا هبعت لواحد اسمه ظاهر العمر، ده حاكم جنوب الشام، علشان خاطر اشترك معاه ونقدر نعمل عمليه ضغط وحرب على السلطان العثماني عشان خاطر ننفرد بالحكم. وبالفعل قدر اللي هو يخضع الحجاز
وراح بعت، ودي اكتر حاجه غلط عملها علي بيك الكبير، بعت وامن لمحمد ابو الدهب عشان خاطر يروح يغزو الشام. وفي الوقت ده محمد ابو الدهب قدر يدخل بلاد الشام ويدخل دمشق. وفي النهايه محمد ابو الدهب التقى بالسلطان العثماني سرا بينهم وبين بعض كده. عاوز ايه يا محمد ابو الدهب؟ عاوز السلطان العثماني. قال له ايه رايك تروح تقتل علي بيك الكبير وانت تبقى شيخ البلد تحكم مصر، ومن هنا يحصل خيانه لعلي بيك الكبير بسبب محمد ابو الدهب. وبالفعل وافق محمد ابو الدهب على كده، وفشلت حركه علي بيك الكبير. فبيجي لنا انا سؤال، بما تفسر بقى فشل حركه علي بيك الكبير؟ بسبب انحياز محمد ابو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه مع الايه؟ او اتفاقه ضد علي بيك الكبير. طب ده ليه؟ عشان خاطر ان ياخد سلطه اكبر. طب هل هياخد نفوذ؟ ولكن شيخ البلد كان اقل من الوالي. وكمان انا كنت ساعتها لو انا محمد ابو الدهب كملت في المعارك دي كنت هفضل تحت رايه علي بيك الكبير، وفيما بعد كنت ممكن ابقى انا والي مصر لو هو عمل امبراطوريه كبيره. ولكن انتهى حركه علي بيك الكبير وعادت مصر ولايه تابعه للسلطان العثماني. يبقى من هنا السلطان العثماني الحياه السياسيه في مصر في عهده كانت فيها ضعف، فيها انهيار. فبالنسبه لنا كان بيتكون من 4 حاجات، قلنا الوالي، قلنا الحاميه العثمانيه اداره الاقاليم، قلنا الديوان زي ديوان القاهره. طب فتره حكمها كانت ضعف ليه؟ قال لك بسبب ان الوالي كان بيحكم من سنه ل3 سنين. ثالث حاجه او ثاني حاجه عندنا موجود في مشاكل او في حاله من الضعف. طب عملنا حركه علي بيك الكبير بسبب ان كان في ضعف في الدوله العثمانيه الداخليه. ديوان القاهره كان ليه نفوذه، الحاميه العثمانيه شايفه نفوذها، فبالتالي كان في بينهم خلاف وضعف. طب علي بيك الكبير دخل في النص، كان واحد من المماليك، قدر ان هو ينفصل عن حكم السلطان العثماني وراح لظاهر العمر واشترك معاه اللي هو يحكم مصر. طب ايه اللي حصل بعد منها؟ قدر ان هو يحصل مشاكل بين ظاهر العمر، قصدي محمد ابو الدهب راح اتفق مع السلطان العثماني وخان علي بيك الكبير، ومن هنا انفرد. طب ناخد تاني حاجه الحاله الاقتصاديه اللي موجوده. اول لما نقول اقتصاد نعرف 3 حاجات: زراعه، صناعه، تجاره. قال لك السلطان العثماني اول لما جه في فتره القوه عمل حاجه اسمه حق الانتفاع. ايه حق الانتفاع ده؟ يعني نخلي الارض الزراعيه ملك للسلطان العثماني، والفلاح بس بياخدها بيزرع يستنفع منها، ولكن الارباح والحاجه بترجع للسلطان العثماني. بس مش من حقه يتصرف فيها. الفلاح بياخد يزرع فيها يعمل اللي هو عاوزه في الارض، ولكن مش بتاعته، هي ملك للسلطان العثماني. طب بعد كده السلطان العثماني من حقه ياخد الارض منه في اي وقت. طب في حاله الضعف بقى بدات يبقى عندنا حاله من الضعف اللي موجود. طب ايه اللي موجود؟ قال لك عملوا نظام الالتزام، وده في فتره الضعف اللي موجوده في الدوله العثمانيه. ايه نظام الالتزام ده؟ بالراحه كده، انا بشوف واحد من الاعيان، بشوف واحد من كبار الدوله، فببدا اقول لهم انا محتاج انت تجمع لي من المنطقه الفلانيه دي مثلا 100 جنيه 200 جنيه. فمثلا خليفه يروح رايح لمن من هناك يقول للناس انا عاوز منكم 1000 جنيه 3000 جنيه. يا عم انت مطلوب منك 100، يقول لهم ماليش دعوه. فمن هنا بدا يكون الضرايب زياده على الفلاح، وكمان هو ما بياخدش حاجه من الارض، فبدات تكون الاعباء ضعف او اضعاف مضاعفه على الفلاح. فمن هنا بدات تضعف نظام الزراعه. ده كمان السلطان العثماني حب يزود، او الدوله العثمانيه حبت تزود علينا. بدا يكون عندنا تدهور الزراعه اللي موجوده. اتطورت ازاي؟ اهملوا نظام الري، وما عادوش بيحفروا ولا ترع ولا قنوات ولا بيعملوا سدود. وكمان الضرايب اللي موجوده على الفلاح لسه انها بدات تزيد. طب الفلاح بيدفع ضرايب، ما عندوش ميه يزرع ولا بيعمل لهم ولا قنوات ولا سدود ولا جسور ولا اي حاجه في الزراعه، فبالتالي سقطت الزراعه او انهارت الزراعه في عهد الدوله العثمانيه. طب زراعه متدوره، هيحصل ايه في الصناعه؟ مفيش حاجه اعمل منها ماده خام ولا عندي زراعه كويسه، فبالتالي تدهورت الزراعه. اول سبب الصناعه بسبب تدهور الزراعه. غير تاني حاجه ان السلطان العثماني بدا يشوف امهر الصناع وامهر الحرفيين الموجودين ويبعتهم على العاصمه الاستان. طب ليه يا عم بتبعتهم؟ عشان خاطر محتاج يخلي الدوله العثمانيه اللي عنده هي المتطوره واحسن. يبقى اول سبب خلى الزراعه
الصناعه تتطور هو الزراعه. طب تاني حاجه ارسال امهر الصناع والحرفيين الى الاستانه اللي هي عاصمه الدوله العثمانيه، ومن هنا انهارت الصناعه. زراعه متدمره، صناعه بايظه، فبالتالي بدات تكون عندنا تدهور وكساد في التجاره. طب ايه اللي حصل في التجاره؟ قال لك التجاره مقسومه عندنا نصين، داخليا وخارجيا. الداخليه بسبب تدهور الزراعه والصناعه بدات تضعف. تاني حاجه ما عادش في امن ولا امان، بدا يحصل عندنا غارات متتاليه على كل الطرق الموجوده اذا كانت بريه او بحريه. فبالتالي اي حد عاوز يجي يتاجر في مصر يقول لك لا يا عم، انا ايه اللي يخليني اروح لدوله زي دي وممكن اتسرق؟ ايه اللي يخليني اروح اصلا والتجاره بتاعتي على هويه؟ طب انا ايه اللي يخليني اروح؟ ممكن التجاره بتاعتي وانا ماشي اتسرق، اتثبت، يحصل اي حاجه. فلا، انا اروح اي دوله ثانيه واتاجر. تاني حاجه الطريق اللي انا همشي فيه غير ممهد وغير مستقر، اذا كانت من الغارات او البدو اللي بيطلعوا في الصحراء يسرقوني فملهاش لازمه، ولا اعدي على مصر. فبالتالي التجاره الداخليه انهار. طب التجاره الخارجيه؟ اول حاجه طريق التجاره تحول بين الشرق والغرب بسبب طريق راس رجاء الصالح اللي احنا قلناه في اول الدرس. طريق راس رجاء الصالح بدل ما هم كانوا بيعدوا على يخشوا على مصر، لا ده بدأوا يعدوا بعيد عن افريقيا. فبالتالي ما عادش في حد هيعدي على مصر، فمن هنا تدهورت التجاره الخارجيه. طب يجي بعد منها منح امتيازات للاجانب وبالذات لدول اوروبا. ومن هنا ده اللي خلى الاقتصاد او عامه كزراعه وصناعه وتجاره تنهار، فكل الاوضاع اللي كانت موجوده في مصر انهارت. طب الحاله الاقتصاديه بقى؟ قال لك اتقسمت ازاي الحاله الاجتماعيه؟ قصدي بقى عندنا طبقه الحكام وطبقه المحكومين. الحاكم يا اما كان اتراك اللي هم العثمانيين يعني، او مماليك. يا اما اتراك يا اما مماليك، دي طبقه الحكام اللي بيحكموا، دول كبار الدوله. طب الطبقه الثانيه هي المحكومين، ودي كانت مقسومه يا اما طبقه وسطى يا اما طبقه دنيا، ودي كانت كميتها كبيره. طب الطبقه المحدوده بقى اللي موجوده عندنا الطبقه الوسطى بس عددهم قليل، الشيوخ، علماء الازهر، رجال الدين، كبار التجار، الناس اللي اتعلموا معاهم فلوس. دي الطبقه اللي هي في النص، ولا غني خالص ولا فقير متداس عليه في الارض، هم الطبقه اللي في النص. طب اخر طبقه دول عددهم كتير، دول الفلاحين، صغار الحرفيين، عامه الناس. والطبقه دي بدات تعاني من فقر وظلم، وكان فيهم امراض بسبب ان هو ما كانش عندهم ولا فلوس ولا كان في رعايه، ومن هنا انهار. قال لك طب ناخد بقى الحياه الفكريه. قال لك الحياه الفكريه في عندهم يعني فيها جمود، بقت مقفوله كده، ولا حد فيهم بيتعلم ولا حد فيهم بيطلع بره. طب ليه؟ بدات الناس هناك يا اما عندهم خرافات وشعوذه منتشره، او الناس هناك بدأ ينتشر فيهم التخلف. تيجي تسأل على صاحبه مش عارف، وعاوز يقوم ياكل ويشرب وينام وبس، يقوم يروح الارض يشوفها بيعملوا ايه. ولو سمع معلومه من بره فده يعتبرها نهايه الكون، مش عارف حاجه. انا مقفول عندي، ما بتواصل مع عالم خارجي ولا بتواصل مع اشخاص، ولا عندي مدرسه اروحها، والمدرسه كانت مقتصره على الناس الغنيه بس او الناس اللي بتروح للازهر. طب حصل ايه؟ العزله اللي فرضتها الدوله العثمانيه علينا، ده اللي خلت منتشره عندنا الامراض. طب لما تدهورت الزراعه حصل ايه؟ اول هم الحياه الفكريه والثقافيه اللي عندنا اتدهورت. اهتزاز مكانه الازهر، الازهر بدات تكون مكانه غير مستقره، فبالتالي بدات تكون الاوضاع بتاعته غير مستقره. طب تاني حاجه تدهور الحياه الادبيه، انتشار الجهل والدجل والخرافات والشعوذه. قال لك يا مستر يعني معنى ان انا يكون الاوضاع اللي عندي مكانه الازهر تهتز والمكان اللي عندي غير مستقره وفي جهل وخرافات وشعوذه، هل مصر هتستقر؟ قال لك والله مصر هتبدا تنهار بسبب ان ما عنديش حد متعلم. ومن هنا انتهى الدرس الاول في منهج الدراسات الاجتماعيه في التاريخ. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس الثاني.